مساء الفل عليكم. في موضوع كده حابة أتكلم عنه من بعيد لبعيد وموقفش عنده كتير. كلمتين كده مع سؤال هسأله وأعتقد الكل عارف إجابته. هل تعلم يا عزيزي إن لحد النهاردة حامد حمدان لاعب بتروجيت الحالي لسه مرجعش للمشاركة في المباريات، ويمكن ما يشاركش أساسا لفترة أطول من كده، وعقبال ما يرجع يشارك يكون يناير هل هلاله، ويمكن وقتها يروح الزمالك بمبلغ أقل بكتير من اللي كان الزمالك هيدفعه فيه لو وقع معاه في الصيف. السؤال بقى هنا، هل نادي بتروجيت هيستفيد بمقابل مادي معقول لما يبيع ال6 شهور اللي في عقد حامد حمدان؟ سؤال تاني، هو مين أساسا مستفيد من اللي بيحصل ده لما الزمالك خسر خدمات اللاعب وبتروجيت خسر خدمات اللاعب والاستفادة منه ماديا؟ كان يا مكان يا سادة يا كرام، كان في يوم في وينج ليفت في الدوري المصري وجنسيته مصري، لكن ايه بقى؟ كان لاعب فلتة، سرعة تلاقي، مهارة تلاقي، قرارات تلاقي، شخصية في الملعب تلاقي، وفيه كل المميزات اللي ممكن تخليه يلعب في أي نادي كبير في آسيا وأفريقيا وربما أندية أوروبا اللي على قد حالها مرتاح. اللاعب ده كان بيلعب في إنبي، وحقيقي كان طالع بسرعة الصاروخ. الزمالك لمحه ففوضه، فاللاعب استنى عرض من الأهلي، وفضل مستني ومستني ومستني لحد ما في الآخر اقتنع وقرر يمضي للزمالك. وقبل ما يمضي جاله مكالمة من مسؤول داخل نادي الأهلي، فقال له ما تمضيش وهنضمك في الميركاتو اللي جاي. لكن لأن اللاعب ده وقتها كان بعقله، حسبها وقال لك اشتري اللي شاريني وعصفورا في اليد خير من 10 في الميركاتو اللي جاي. عنها واللاعب ده مضى للزمالك، وبعد أيام من انضمامه خد مع الزمالك بطولة كاس مصر، وظهر بمستوى قوي جدا وتألق بشكل ملفت للنظر، وأصبح أهم وينج ليفت في مصر وقتها، ومستواه أهله يحترف في السعودية ويقدم كورة حلوة جدا تخلي الناس تتمسك بيه سنتين ورا بعض، ويدوله هدايا وعربيات وشغل عالي قوي خلاه مسك ملايين الدولارات، وكان من العناصر المهمة جدا في تشكيلة منتخب مصر، وتم اختياره في قائمة منتخب مصر في كأس العالم 2018. وهنا اللاعب ده مسؤول أحد الأندية لاعب في دماغه وقال له انت من صغرك بتشجع نادينا وما تحاولش تخفي انتمائك، اهرب يا ولد وهنبعتك كوبري صغير كده لنادي برتغالي مش موجود في الوجود، وهترجع على النادي اللي انت بتحبه وبتنتميله واللي باعك قبل كده وما وقفش جنبك، لكن المرة دي هنقف جنبك واللي ما يعرفك يكالك يا معلم. اللاعب ده وقتها سمع الكلمتين الهبل دول واشتراهم وعنها وهرب وراح النادي البرتغالي، برغم ان عقده كان ما زال مستمر مع ناديه، ورجع بالفعل بعد 6 شهور على النادي اللي بيحبه وبينتميله، وقال لك لو هلم كور انا ابن النادي والالتزام التزام. وبعد ما فات كام شهر لقى نفسه مش بيشارك ومستواه في النازل، واستبعد من المنتخب وما بقاش بينضم اساسا، وحتى ما بقاش بيشارك لدقايق مع فريقه الجديد. يطبل لمديره الفني، مديره الفني مش شايفه، يطبل رئيس النادي برضه مش شايفه، الاعلام يطبل له برضه محدش شايفه، لحد ما في يوم صحينا لقينا الفيفا رزعوا غرامة 2 مليون دولار. راح جري على رئيس النادي قال له الحقني، قال له ما تقلقش انت مش هتدفع الغرامة اساسا. وفضل ينيمه وينيمه لحد ما استلف اللاعب ده من طوب الارض، واتداين وصرف كل اللي في جيبه واستلف عشان يدفع الغرامة. وبمجرد ما دفعها واتداين وما بقاش حيلته حاجة، ناديه فضل يفكر ازاي يتخلص منه لحد ما في يوم خرجه ليبيا، والنادي الليبي بعد ما اشتراه قرر الاستغناء عن خدماته وفسخ عقده. والنهاردة اللاعب ده ضيع أحلى سنين عمره في الملاعب بسبب قرار أخطأ في اتخاذه، وبقى من لاعب الكل يتمنى يضمه للاعب أندية نص الجدول في الدوري قلقانة منه، ويقال إنه حاليا وقع للقادسية الكويتي، لكن يا ترى يستمر قد إيه؟ وتوتة توتة خلصت الحدوتة. لاعب كان من أفضل اللاعبين في مصر ضيع نفسه بقرار خايب وتعلق بحبال دايبة ونسي إن البطران سكته دايما بتكون قطران. ما زال الأهلي بيحاول يحتوي أزمة تجديد إمام عاشور لاعب الفريق، ولحد اللحظة اللي بكلمك فيها دي ما وصلش مع اللاعب لأي اتفاق. والأهلي بالمناسبة متفاهم فكرة إنه يعلي إمام لأعلى فئة، لكن اللاعب حابب يحط بعض البنود اللي تحفظ حقه إذا الأهلي تعاقد مع لاعب تاني بعقد أعلى منه خلال السنين اللي جاية، وده حقه بالمناسبة. واحد يجي يقولي هو يعني لو كان لاعب في الزمالك كنت هتقولي نفس الكلام؟ شوف يا معلم،
الأهلي مش عامل أي سقف للاعبين، والزمالك بالمناسبة قبل جون إدوارد برضه ما كانش عامل أي سقف لعقود اللاعبين. لكن في العادي الزمالك أساسا النادي مش لاقي يجدد للاعيبته على مدار السنين اللي فاتت، ففي العادي مش هتلاقي لاعب في الفريق بيطالب يكون أعلى عقد، لأن أساسا مفيش لاعبين بتاخد المبالغ اللي الأهلي بيديها للاعيبته، وإلا ما كانش زيزو مشي من الزمالك وراح لناديك المؤخر. ده بالإضافة إلى إن الأهلي بيدفع الأرقام دي بالفعل، ففكرة إن إمام يطالب بالمساواة مع زيزو مثلا أو تريزيجيه ده حق شرعي، لأن المبلغ ده بيدفع بالفعل، وإمكانيات إمام لا تقل قيمة عن إمكانيات زيزو وتريزيجيه اللي بياخدوا نفس المبلغ، إن لم يكن إمام كمان أعلى منهم. ففين بقى المشكلة؟ وإزاي ممكن أقول إن إمام بيطالب بحق مش حقه، في حين إنه أفضل لاعب في الأهلي حاليا، ومن حقه يكون برضه أعلى عقد في الأهلي حاليا؟ الكلام اللي بتقوله ده كان ينفع لو ما كانش في حد في الأهلي بياخد الرقم ده. أتمنى تكون فهمت أنا عايزة أقول إيه ويكون وصلك المضمون. الأهلي كمان بيفكر في استعادة عبد المنعم مدافع الفريق السابق في يناير القادم، بعد ما اللاعب أكد إنه هيكون جاهز للمشاركة بعد فترة الانتقالات الشتوية اللي جاية. وبالمناسبة الأهلي ذكي جدا في النقطة دي، وقرر يتفاوض مع عبد المنعم وناديه في وقت فيه عبد المنعم مصاب بالرباط الصليبي وغير مفيد لفريقه، وبالتالي مش هيكلف الأهلي كتير إذا فكر في ضمه في الوقت الحالي، لأن اللاعب رجله مش في الملعب، وأي نادي في الدنيا هيجيله عرض لاعب مصاب وغير مفيد عنده في الفريق مش هيبالغ في طلباته المادية. فاكر لما قلتلك قبل بداية الموسم إن ريبيرو بنسبة كبيرة هيفضل البدء بشوبير على حساب الشناوي؟ النهاردة بالفعل ده حصل. وبالمناسبة أنا لما توقعت ده كنت شايفة إن ريبيرو هيدور على الحارس اللي بيلعب برجله عشان يساعد في بناء اللعب، وفي نفس الوقت يساعد في البناء السريع والتحولات الهجومية وقت ما تكون الهجمة على مرمى الأهلي وتنتهي في إيد الحارس. والحقيقة إن ريبيرو في الجزئية دي مع حق كل الحق في اختياره لمصطفى شوبير، لكن ميزة الحارس اللي بيلعب برجله دي ميزة مفروض تتوفر في الحارس إن أمكن، وهي ميزة إضافية بجانب مميزاته كحارس. لكن الغريب النهاردة بالنسبة لي هو إن مصطفى ما ظهرش بمستوى فني في الجانب الأهم بالشكل اللي يخليه يستمر في حراسة مرمى الأهلي، وبرغم ده ما زال مستمر في حراسة عرين الأهلي. فهل ريبيرو شايف شيء محدش شايفه غيره، ولا في سبب تاني؟ في سبب تاني. والله أنا قلت كده برضو، قلت كده بالظبط. البعض في الفترة الأخيرة كان متضايق إن الزمالك بيمتلك ل10 لاعبين أجانب، سواء فلسطينيين بيتعاملوا معاملة مصريين أو أجانب تحت السن، وفضلت الناس دي متضايقة وتصرخ بصوت عالي على أمل إن في حد يسمعهم، لحد ما سمعهم بالفعل جون إدوارد وقرر يخليهم 11 أجنبي. الزمالك بيتعاقد يا سادة مع اللاعب بارون أوشينج وأيده تحت السن طبعا زي ما كلنا عارفين. وبالمناسبة اللاعب نشر على حسابه بوست بيقول فيه روي is coming. طبعا محدش فينا شاف اللاعب بالشكل اللي يخلينا نحكم عليه وعلى مستواه الفني، لكن كل الناس اللي شافته وعارفة مستواه بتشيد بيه بشكل كبير جدا وبتقول عنه كلام جميل ورائع. بتمنى انه يكون اضافة قوية للزمالك في المرحلة اللي جاية، ونقدر من خلاله ندعم الجبهة اليمين اللي تمنينا دعمها قبل غلق القيد في الميركاتو اللي فات. يقال والله أعلى وأعلم، وده خبر منتشر على كل صفحات بقاله فترة، إن بيراميدز بيتواصل مع لاعب الزمالك أحمد حمدي وبيجس نبضه تمهيدا لضمه في المرحلة اللي جاية. وبقولك يقال لأن النهاردة الوضع اتغير تماما، وأصبح الخبر بيخرج من 100 عقبة بمعجزة، وكده أحسن بالمناسبة. ويا رب دايما الأمور تفضل ماشية بالشكل ده، يا رب دايما كل قرار يتاخد الإعلام ما يعرفش عنه حاجة، لأن بطبيعة الحال الأمور لما بتمشي بالشكل ده بيبقى فين وفين لما تسمع عن أي أزمة داخل جدران 100 عقبة. لكن عشان ما نبعدش عن موضوعنا خليني أقولك إني أشك إن الأخبار دي تكون صحيحة، لكن يبقى لغز مهم جدا وسؤال محتاج لإجابة. لما الأمور بالشكل ده ومفيش مفاوضات مع أي نادي، أمال أحمد حمدي فين ومش بيشارك ليه؟ وليه ما بينضمش حتى للقايمة؟ شوف يا عزيزي، الزمالك النهاردة غير الزمالك اللي كان قبل جون إدوارد، وبطبيعة الحال مستحيل ممكن تخمن السبب الحقيقي ورا كل مشكلة أو أي استبعاد لأي لاعب، لكن الأكيد إن استبعاد لاعب من القايمة أو اختفائه بيكون وراه مشكلة، ولو الإعلام شام خبر بيها هتبقى أزمة كبيرة.
وبالمناسبة استبعاد حمدي سواء كان لأسباب فنية أو أسباب بدنية أو عدم جاهزية أو حتى وراه مفاوضات أسيوطية وأسباب تأديبية، ده مش هيفيد في شيء بالنسبة لنا. احنا فريقنا مكتمل وعندنا بدل اللاعب 2 و3 في كل مركز، وأي لاعب في الفترة اللي جاية هيتمرد أو هيكون له رأي غير الاجتهاد مش هيكون عندنا مانع كجماهير من تأديبه. وبرغم ده أتمنى إن حمدي يركز في اللي جاي ويبص قدامه، لأن ماتشين 3 تاني وهيلاقي القطر فاته ومش هيلحق يتشعبط فيه. وكل لاعب حر تماما في اختياراته. قبل كده كنا بنقف في ظهر اللاعب لأننا عارفين إن المجلس مقصر، لكن النهاردة الناس بتشتغل بشكل مميز جدا والفلوس بتتصرف قبل ميعادها، يبقى هنقف ليه مع لاعب ضد مجلس شايف شغله؟ أتمنى تكون رسالتي وصلت لكل لاعب وبالأخص الكابتن ماجد اللي أنا بعزه جدا. لحد هنا وبنكون وصلنا لنهاية حلقة النهاردة اللي بتمنى تكون نالت إعجابكم. دمتم دائما وأبدا أكبر داعم ليا ولجميع مقدمي المحتوى الزملكاوية، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.